الإفريقية بأوروبا مشروع يعاد إحياؤه من جديد. المغرب وإسبانيا تجددان الحديث عن مشروع تدشين نفق جبل طارق البحري الذي تمت بلورته عام 1981. النفق يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق انسيابية في عملية نقل البضائع. مدريد قالت إنها ستدفع مجددا الدراسات الخاصة بالمشروع لما له من أهمية جيوستراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة. وأشارت مدريد إلى أن الحكومة خصصت 2,300,000 يورو لتحديث الدراسات الخاصة بالمشروع. وخلال اجتماع للجنة الإسبانية المغربية المشتركة تم التصديق على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد منذ عام 2009. الطرفان اتفقا على الاستفادة مما تم إنجازه بشأن تدشين النفق مع إجراء تغييرات في مجالات المشروع استنادا للتطورات. وفي نفس الإطار تم الاتفاق على وضع استراتيجية عمل للسنوات الثلاث المقبلة بشأن هذا الأمر. وتتنامى العلاقات المغربية الإسبانية خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من الجمود، كما تم تبادل الزيارات على مستوى أصحاب رؤوس الأموال من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خصوصا بعد ضغوط فيروس كورونا وصولا إلى الحرب في أوكرانيا.